أبيض جو. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم. اليوم نستضيف السيد جان كيز فوزي جوغي، المحامي الفرنسي الشهير والناشط الحقوقي في جمعية جانغي الفرنسية. سيد جان كيز، في البداية نرحب بك. سيد جان كيز، أثناء زيارتك للمواقع التي تم قصفها من قبل العدوان الصليبيين نيتو، ماذا عن هذه المواقع؟ حسنا، أعتقد أن تلك زيارة المواقع التي ضربت من طائرات الحلف إنها ستبقى ذكريات مؤلمة جدا في ذهني، وما رأيته من تقتيل أطفال ومدنيين شيء فظيع للغاية. إنها حرب إبادة، وأعتقد أن هذه الحرب تشن على المسلمين والإسلام، وهذا ليس من صالح الشعوب الأوروبية. فهذه التصرفات تنمي العداء بين الغرب والإسلام. ثم أن الناتو يقصف من أعلى، بينما القذافي يقصف في شعبه بالورود، وهذا نشهده في مدينة مصراتة، جبل نفوسة والزاوية قبل ذلك، فقد غطاها بالكامل بالورود والزهور. سيد جان كيز، حسب اعتقادك وتحليلك السياسي، ماذا لو توقف العدوان الصليبي على الجماهيرية؟ نعم، أعتقد بأن القذافي سيظهر من تحت الأرض من جديد، ويراه شعبه من جديد، وسيستمر في تطبيق نظريته المتمثلة في الكتاب الأخضر. ثم أن لديه مشاريع يريد أن يستمر في تطبيقها على الليبيين، منها التعليم التشاركي الذي نجح بشكل كبير في ليبيا، وخصخصة المستشفيات وتقليص الموظفين، وأيضا الحفاظ على قدسية قانون 15 الذي يختص برواتب الموظفين، وسيقف إلى جانب الدول الإفريقية ودعمها، والوقوف إلى جانب الحركات التحررية في العالم. كما أنه لا شك في ذلك أنه سيلملم باقي وروده وزهوره لرميها على بعض المدن التي لم تنال إلا قليل من حصتها. وكما يقول الليبيين في المثل الشهير: حجتكم بالجمعة. حجتكم بالجمعة. سيد جان كيز، ماذا تقول على تلك الإذاعات التي تزور الحقائق وتفبرك الصور والفيديو لبث الفتن بين القبائل الليبية في الجمهورية؟ نعم، أعتقد أن تلك الإذاعات والوسائل الإعلامية أهدافها سياسية بحتة. نعم، ولكن فأنا شاهدت قناة الجنفود
التي تم تسميتها الآن من قبل الشعب الليبي بقناة أعتقد أن تلك الإذاعات والوسائل الإعلامية أهدافها سياسية بحتة. فأنا شاهدت قناة الجنفود التي تم تسميتها الآن من قبل الشعب الليبي بقناة أعتقد أنني سمعت ذلك. فقد سموا هذه القناة بقناة شايفك يا ماما. وهذا جعل عدة شركات تتزاحم للترويج عن منتجاتها والدعاية لها، وأخص بالذكر هنا الشركة العالمية لإنتاج الحنة. سيد جانكيز، نشكرك على هذا التحليل والتوضيح، ونحيي موقفك الشجاع لمناصرة الشعب الليبي وكشف عن الحقائق الغائبة، وذلك في الساحة الإعلامية، وتفنيد ما يبثه الإذاعات من الباطل والأكاذيب. سيد جانكيز، من جديد نشكرك. أعزائي المشاهدين، نشكر سيد جانكيز فوزي المحلل السياسي والناشط الحقوقي في جمعية توغي الفرنسية. ميرسي. ميرسي. شكرا. نور يا أخويا. الله ينور عليك أخوي العزيز. حقي. أين حقك؟ أنا بروحي ما ناخذ حقي فلوسي يا أخويا. أنا بروحي ما ناخذ فلوس. أخوي العزيز فلوسي حقي.